لما بطلع فاصل بتجيلي اخبار مهمه يعني، لكن خليني اقول لكم الاول ان يعني تفاصيل او استكمالا لتفاصيل المفاوضات ما بين النادي الاهلي وامام عاشور من امبارح. من ساعه ما قلنا الخبر وانفردنا من الخبر، كل واحد بيطلع طالما هو ما قالش الخبر يطلع ينفيه. وبالتالي لانه والمشكله ان انا لو ناس صحفيين فاكيد الصحفيين بيبقى عندهم معلومات فلازم تقف عند كلام الصحفيين، لكن لما بيصدر الكلام ده من نجوم سابقين ولاعيبه كوره، لعيبه الكوره مش بتوع معلومات ومش بتوع اخبار، فبيبقى عندهم مشكله ان ممكن اي حد يوديهم ويرجعهم تاني، لان دي مش شغلتهم. زي ما مثلا واحد صحفي يجي يتكلم في الامور الفنيه، انا باجي اقول له يعني خليك على جنب، لان دي شغله لعيبه الكوره اللي عاش وتربى في الانديه. طيب خليني اقول لك ان امام عاشور المفاوضات مع امام عاشور مؤكده، كون انه يروح ما يروحش دي قصه تانية. وزي ما قلت لك وبعيد وبكرر الخبر اللي قلته امبارح، ان في مفاوضات جاده ما بين المسؤولين في النادي الاهلي وامام عاشور عن طريق احمد يحيى وكيل اللاعب. طلب امام عاشور الحصول على $1.5 مليون. الاهلي بقى عنده فلوس، الاهلي هيتصرف، الاهلي هيجيب منين، دي مش قصتي. انا بقول لك الخبر، ومش يعني مش مطلوب مني ان انا اروح اخبط على المسؤولين في الاهلي ولا المسؤولين في الزمالك اقول لهم هو انتوا هتجيبوا الفلوس منين، دي مش قصتي. انا بقول لك الخبر ماشي ازاي. امام عاشور مش قادر يتأقلم مع تجربته الاحترافية في الدنمارك، والتواجد في الدنمارك يعني بيبقى أمر صعب شوية، والأمور بتختلف من لاعب لآخر. في لاعب ممكن يستحمل الغربة، في لاعب ما يقدرش يستحمل الغربة. لكن الجديد إن محمود عبد المنعم كهربا النجم طبعا النادي الأهلي بيضغط على إمام عاشور وبيحاول يقنعه بضرورة الانضمام إلى النادي الأهلي. ده رقم واحد. رقم اتنين، ظهر إمام عاشور في برنامج، طبعا البرنامج المميز اللي بيقدمه النجم رامز جلال، واعتذر إمام عاشور للنادي الأهلي ولمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عما بدر منه خلال الفترة السابقة تجاه النادي الأهلي أثناء احتفاله مع فريق الشباب فترة من الفترات. واعتذر أيضا إمام عاشور لوليد سليمان. الاعتذار ده مش جاي اعتباطا ومش جاي كده وخلاص. وفتحة الموضوع لما جينا واشتغلنا عليها مش الموضوع موضوع الاعتذار ان يتفتح في التوقيت ده، لان المفاوضات كانت بادئه مع امام عاشور قبل ما يتم تصوير الحلقه الخاصه مع النجم طبعا رامز جلال. اذا النجمين اللي بيحاولوا يقنعوا امام عاشور، او النجم اللي بالتاكيد هو قريب جدا وبيحاول يقنعه وبيحاول يقول له كمان على المميزات اللي هو عايشها جوه النادي الأهلي من ساعة ما انتقل أو عاد مرة تانية إلى النادي الأهلي، محمود كهربا، باعتباره أنه هو كان ناشئ في النادي الأهلي، بيحاول ينقلها إلى إمام عاشور. ده بالنسبة للتفاصيل الجديدة الخاصة بمفاوضات النادي الأهلي مع إمام عاشور. يروح بقى إمام عاشور ما يروحش، أنا مش مطالب إن أنا أروح أمضي كل واحد، أو الفلوس تيجي ما تجيش، دي قصة بقى المسؤولين في النادي الأهلي. في مفاوضات رؤية بقى الإدارة ورؤية لجنة التخطيط والجهاز الفني، دي قصة تانية هي اللي بتتم فيها المفاوضة. ده فيما يخص اللاعب الأول من والذي كان ينتمي إلى نادي الزمالك في مفاوضاته مع النادي الأهلي. اللاعب الثاني هو أحمد فتوح، وأي حد يطلع يقول لك برضو إن مفيش مفاوضات ومفيش رغبة من المسؤولين
في النادي الاهلي بالتعاقد مع احمد فتوح، برضو قول له معلش خليك على جنب. في رغبه من النادي الاهلي في التعاقد مع احمد فتوح، تطلع بقى السنه دي، تطلع يروح بقى يحترف وبعدين يرجع، دي قصه تانية. لكن في وسطاء اتكلموا مع احمد فتوح، وده السبب الرئيسي في تجميد احمد فتوح داخل نادي الزمالك، بسبب الخلاف في الفترة اللي فاتت. واحمد فتوح كان اخطر بعض المقربين منه داخل نادي الزمالك بان هو هيؤجل تمديد تعاقده مع نادي الزمالك، ولسه مش هياخد القرار دلوقتي. فده برضو من ضمن المفاوضات اللي بتتم خلال الفترة الأخيرة.